السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. معكم مطبخ لطفي وصفة جديدة وفيديو جديد. كما كيظهر لكم على الشاشة اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الوصفة ديال الرخامة بطريقة سهلة وبسيطة، اي واحد ممكن يديرها. بقاو معايا ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير كي قلت لكم البسيطة جدا، وراه كتجي زوينة وراقية هاد الحلوة هادي. نمشيو اول حاجة نشوفوا المقادير. عندي هنا كيلو ديال الكاوكاو اللي دهنته بزويته وحمرته في الفران حتى تحمر تماما وهرمشته في الروبو، يعني تحول بحال كاوكاو كونكاسي، ما كنطحنوش بزاف كيخليوه هكا حبيبات. وعندي المول اللي غنخدم به، عندي ناخذ واحد القياس ديال 2 معلقات كبار ديال الجليكوز، عندي واحد الكويس صغير ديال العسل، وهذه راه عسيله حره. عندي البوش وريتو لكم اللي غادي يسهل عليا الخدمه، وعندي واحد نص كيلو ديال الشوكولا كالا اللي ذوبته فوق حمام مريم مع واحد المعلقه ديال الزيت، وعندي واحد الطويصات اللي كيتباعوا عند المحلات اللي كيبيعوا لوازم الحلويات اللي فيهم داك الورد اللي كيكون مجفف وكيكون ورد كيتكال حتى هو. عندي منه واحد 3 ديال التشكيلات. هنا خديت ديك الكاوكاو ديالي غندير فيه 2 معلقات كبارين ديال الجليكوز وديك الكويس الصغير ديال العسل. هنا غادي نخدم بيديا حتى يدخل ليا يعني هاد المكونات تعسل مع بعضياتها. عاد ان شاء الله غادي نكملوا الخدمه ديالنا. راه ساهله وبسيطه وفي ساعه كتوجد وكتجي زوينه بزاف هاد الحلوه، احسن من الرخامه اللي كنديروا عاده كنصايبوها وكنقطعوها وكتقدر بعد الخطره تهرس لينا. بهاد ليمول كتجي ساهله. غنحاول نخدمها مزيان باش يعني كتعلك مزيان باش ملي غادي نبسطها فوق الطابي سيليكون كتشد ليا الفورمه. هنا كندير الشوكولا ديالي اللي دايب وغنديرو في بوش وغنعقدو نحطو جانبا. دائما كنديرو كي قلت لكم التجهيز المسبق. وغادي نجيب المول ديالي غنحطو قدامي، غنجيب دوك الطويصات اللي فيهم الورد المجفف هو هذا باللوينات، وغادي نحاول ندير تشكيله ديال الورود في القاع ديال ديك المول بالشكل اللي كتوضح لكم الصوره. كنديروا الوريضات يعني لي بيطال ديال الورد هما الاولين او وريقات ديال الورد، عاد كنديروا داك الورد الصغيور اللي كيكون بالالوان، يعني راه فيه اللون البنفسجي والاصفر. المهم كيعطيو واحد التشكيله زوينه. وانا درتو هاد الرخامات هادو او حلوه ديال الرخامه ديال الكاوكاو درتها بالشوكولا بيضاء، ممكن نديروها حتى بالشوكولا نواغ او الشوكولا سوداء اللي بغيتو. راه كتجي زوينه كتجي في الخدمه ساهله، في ساعه كتوجدوا بلاطو د الحلوه على حقو طريقو، غير واحد الساعه د المكانه كتكونوا وجدتوه، لانك ضروري خصوصي الا عندكم غير مول واحد راه كتبقاو تخدموا تدخلوا للثلاجه واحد قسمين د المكانه كيجمد وكتعاودوا تحيدوه. هنا كندير واحد التفريشه الاولى بالشوكولات بالشكل اللي كتوضح لكم الصوره. غادي نعمرهم كاملين وكنديروا غير تفريشه ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف، لان الا كانت رقيقه بزاف كتطرطق لينا الحلوه ملي كنجبدوها. من الاحسن يكون واحد الكوش يعني ما رقيقه ما غليظه كي كنقولوا متوسطه، باش كتجينا حتى الحلوه ديالنا مقاده. صافي غنعمر وغادي نخليه محطوط حدايا على ما نصايب ديك الكاوكاو اللي عسلناه اللي زدنا له الجليكوز والعسل، وكنحاول نقادو بالشكل اللي كتوضح لكم الصوره. مفرشه له بلاستيك وغادي نغطيه من الفوق بالبلاستيك، وغادي نحاول بالمدلك ندلك مزيان هاد الكاوكاو هذا باش كيجيني كيتجمع مزيان مع بعضياته، باش غادي نقطعو بالسكين طريفات اللي يكونوا متساويين اللي يجيوني قد ديك المول ديال السيليكون. هنا كيوضح لكم الصوره. راه كنبقى كندوز المدلك وفي نفس الوقت كنضغط وكنجمع من الجنيبات باش كيجيني ديك الكاوكاو كيجيني متماسك مع بعضياته. كنتمنى تكونوا فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. صافي هنا غنجيب دائما النوب الاولى كنديروا لي سياج بواحد الطريف ديال اللي كنصايبوه كناخذوه هو اللي كناخذوا عليه العبار بالشكل اللي كتوضح لكم الصوره. كنحطو كناخذ العبار وكنقطع. رانا صايبت الكميه الاولى ودابا عاد كنصور معكم الكميه الثانيه. هنا كما كتلاحظوا وراه كيلو تبارك الله عطى تقريبا 80 حبه ديال هاد الرخيمات هادو، وكما كتلاحظوا راهم تبارك الله جاو وافيين وعامرين. 80 حبه وافيين لان عندي المول شويه كبير. هنا كي قلت لكم غنقطع. دائما كنعبروا كناخذوا العبار ديالنا بهذا الشكل هكا وكنقطعوا باش يجيونا كاملين قد ما كيعذبوناش في الخدمه.
صافي غنقطعهم كاملين ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غنكملوا الخدمه ديالنا. صافي اين فوا كتشدي العبار كتبداي كتقطعي كتولي صافي كنقولوا كتولي عينك ميزان، كتولي عارفه المربعات قداش دايرين. صافي هنا غادي نبقى نهز ديك المربع وغادي نحطو في المول ديال السيليكون فوق ديك الشوكولا البيضاء اللي درنا. هنا كنوريكم باللي راه صايبت واحد القسمه مصايبه واجده. وهنا كنهز دوك الطريفات بحال هكا، هانتوما كما كتلاحظوا راه هما بديك الطريقه اللي دلكناهم راهم شادين بعضياتهم، كيجيو ما كيتفرتوا ما والو، كيجيو الطريفات واقفين معلكين. صافي كنحطهم فوق ديك الشوكولا البيضاء، وراه عندي الشوكولات في البوش وغادي نعمر من الفوق. كي قلت لكم دائما كنديروا التعميره ماشي غليظه ماشي رقيقه. القياس اللي غادي كتجي مغطي ديك الكاوكاو كامل، ومني كنجبدوها كما كيتهرس يعني كيبقى شاد الفورمه ديالو. صافي انا غنكمل وغنوريكم النتيجه النهائيه كيفاش ندخلوا ضروري كندخلوا انا كندخلهم صراحه المجمد باش ما كيتش عندي غير مول واحد باش ما كيشدش ليا وقت طويل، لان درتو في الثلاجه غادي تعطل عاد باش يجمد ليا الشوكولات في المجمد واحد 5 ديال الدقائق يكون جمد ديك الشوكولات كنجبدو. صافي وكنبدا كنزول من المول الشوكولات ديالي وكنبدا كنقادو من الجنيبات، دوك الجنيبات كاع اللي كيكونوا كيبقاو زايدين كنقادوهم غير بيدينا. نتوما غنوريكم هنا شوفوا راه كيتحيدوا بسهوله من المول، وكيجي داك الورد اللي صايبنا باين من التحت الشكل ديالو. وغنوريكم حتى دوك الزوائد كيفاش كنحيدهم غير بيديا كيتحيدوا بسهوله، وكيتفينا داك المربع ديال الشوكولا بالكاوكاو، او كي كنقولوا كي كنسميوها حنا الرخامه. هنا كما لاحظتوا ها نتوما غير بيدي كتحيد ديك الجنيبات بحال هكا غير بشويه كيتحيدوا بسهوله، وكنحاولوا نحكوا بيدينا بدرجه الحراره ديال يدينا كتفيني لينا دوك الجنيبات بحال هكذا. وغادي نحطهم. انا شاركت معكم هاد الوصفه هذه ديال هاد الحلوه لانها سهله وبسيطه وكتجي زوينه وكيجي شكل ديالها راقي. كنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم كما كنقول دائما. ولا عجبتكم نتوما ما تبخلوش عليا بالبارطاج باللي لايك بالتعاليق الزوينه ديالكم. وهنا غنقرب لكم الشكل ديالها كي جا، راه جات زوينه كي كنقول لكم دائما بالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.